اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح التفاؤل، يا صباح الجمال على أحلى متابعين. ربنا يخليكم ليا نعمة يا رب في حياتي. النهاردة جاية لكم في فيديو جديد إن شاء الله. هنعمل مع بعض حبة قرص حلوين. لو لسه بقى ما اشتركتش في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وأحلى متابعين لأحلى لايك. النهاردة بإذن الله معايا كده 2 كيلو دقيق. أهم حاجة الدقيق بتاعي يكون متعدد الاستخدامات. معايا هنا 3 أكياس خميرة، الخميرة اللي هي الفورية اللي احنا عارفينها. تمام. أنا في الدقيق ده رشة ملح كده بسيطة. رشة الملح دي حبايبي بتبقى أساسية بس في المخبوزات، عشان دي بتبقى سنة في أي مخبوزات. أنا كده فضيت الخميرة بتاعتي. الدقيق بتاعي زي ما انا ما قلتلكوا لازم ان يبقى جودته كويسه، كنت انتي مجرباه قبل كده في اي مخبوزات، عشان القرص بتاعتنا. القرص بقى دي بقى هقول لكم عليها حاجه تاني. انا كده فضيت السكر بتاعي، المعيار بتاعي ده 250 جرام. تمام. اقلب كل المواد الجافه بتاعتي كلها مع بعض. تمام. الحليب بتاعي انا غلياه وسبته لغايه ما برد شويه، بس مش عايزاه يبرد جامد، عايزاه يبقى فيه لسعه بس لسعه خفيفه كده معايا وركناه جنبي. ولو انت بقى عندك قشطه او معلقه سمنه كبيره كده، سمنه بلدي، حطيها فيها. انا كده فضيت نص كوبايه تاني، يعني بالظبط حطيت ربع المعيار كده اللي معايا. قولي مثلا 100 جرام تاني سكر. انا اللبن بتاعي بوريه لكم انا مغلياه وحاطه معلقه سمنه ومعلقه قشطه كبيره كده من على الوش، قشطه بلدي. انا عايزه القرص بتاعتي دي بقى هعملها على طريقتنا احنا بتاعت الصعيد طبعا. حبايبي جدا بشكرهم والله يا متابعيني. انا هنا كده فضيت السمنه بتاعتي وفضيت الزيت. اهم حاجه القرص دي هحط لها برضو يعني 250 جرام زيت معايا، عشان انا عايزه القرص بتاعتي تبقى طريه. الزيت بيخلي القرص بتاعتي طريه. تمام. انا كده اللي حطيت معلقه برضو سمنه. انا بصوا انا ما بحبش اعاير الحاجه، بس انا بحب اوريها لكم. انا بحب احط الحاجه بالبركه. هي صراحه فيش احلى من اللي بيحط الحاجه بتاعته بالبركه. بتدي معاه مش عايزه اقول لكم، بتبقى حاجه مبروكه كده. ولا معيار ولا اي حاجه. اقلب كل السمنه مع الزيت اللي انا حطيتهم كلهم، لازم انا اقلبهم كويس وبعد كده هضيف عليهم اللبن. اللبن بتاعي انا هنزل بيه واحده واحده، مش هنزل بيه كله مره واحده. انا احط كده كوبايتين من اللي انا بوريها لكم دي، اللي هي ام ايد المج كده، ابو ايد بتاع الشاي. وهبتدي اقلب واحده واحده كده بايديا. انا هنزل بس حطيت كوبايتين حليب، اضطريت بس ان انا اعمل بايدي عشان معرفتش اعمل بالمعلقه. فانا عايزه اخدم العجينه حلو بايديا، مش عارفه اخدمها بالمعلقه زي ما انا عايزه اوريها لكم. تمام. انا كده لازم انا ادخل الحليب في كل العجين اللي معايا. طبعا ايه كوبايتين اللي انا حطيتهم الدقيق شربهم. هنزل احط الكوبايه بتاعتي. تمام. هردو بقى بايدي برضو نضيفه، انا كنت غسلاها كويس. هخلي اللبن بتاعي ده مش عايزه انزل بيه واحده واحده. انا عايزه العجينه زي ما انا بقول لكم يا حبايبي افضل اعجن فيها لغايه ايه ما اخدمها كويس وتبقى ناعمه زي ما انا وريتها لكم كده. تمام. احنا كده خلصنا العجينه بتاعتنا. انا اوريها لكم. بص السمنه والزيت اللي انا حاطاه فيها وحته القشطه بتديها نعوميه وطراوه، مش عايزه اقول لكم اللي انا حطيتها في اللبن. كده انا بوريكم العجينه بتاعتي ما فيهاش تكتلات، ما فيهاش اي حاجه، عشان اخدمها كويس جدا عجنتها. تمام. انا هجيبها اسيبها نص ساعه، هغطيها بكيس كده طبعا كويس، كيس نظيف هغطيها بيه واسيبها يعني في مكان في الاوضه مثلا او في المطبخ او في الفرن بتاع البوتاجاز لو عندك مثلا، وتغطيها كويس وتدخليها قيمه نص ساعه وبعد كده تعري عليها بالراحه. تمام. انا كده معايا معلقه سمنه كبيره. معايا هنا العجوه بتاعتي هنزلها فيها. طبعا العجوه دي بتاعتي انا شارياها من عند العطار. تمام. انا هنا هقلب في العجوه لغايه ما احس ان هي اتفكت معايا عشان ناشفه بس. تمام. كده لازم انا اقلب في العجوه بتاعتي عشان تفك معايا. انا كده حطيت لها معلقه سمسم. السمسم اللي انا حطاه لها ده يا حبايبي مش محمص، سمسم عادي ني كده انا كنت جايباه. تمام. فانا حطيته لها عشان هي لما تقعد تقلب على النار السمسم اللي فيها ده هيحمر شويه، فاحنا في العجوه مش عايزين السمسم بتاعنا متحمص. تمام.
انا كده معايا السمسم بتاعي الباقي هقلبه على نار هاديه خالص، تمام، لغايه ما يديني اللون الذهبي، وافضل اقلب فيه بالراحه عشان ما يتحرقش معايا. تمام، انا عايزاه بلون الذهب بتاعي. طبعا كده الخميره العجينه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله عليها تبارك الله، هي سبتها اقل من نص ساعه ولقيتها معايا بالشكل ده. طبعا مش عايزه اقول لكم ريحه العجينه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا هشه وداخلها هوا وعامله ازاي. طول ما هي العجينه ماشيه معايا كده بالوضع ده وطلعت معايا كده، يبقى هي القرص بتاعتنا هتطلع 100% ناجحه معايا ومفيهاش اي حاجه. تمام، انا كده هقسمها بايديا عادي، مش ضروري سكينه ولا اي حاجه، وهعملها كلها كور كور كده. تمام، انا هكورها وبعد كده ايه، معايا كل حاجه انا مجهزاها طبعا جنبي. هسيبها بس بعد ما اكورها كلها اسيبها شويه معايا تستريح وايه، وبعد كده نشتغل فيها. طب القرص دي مثلا مش زي بتاعه الفران، القرص اللي زي ما انا قلت لكم يا حبايبي دي بتاعتنا احنا بتاعه الصعيد، معروفين جدا بيها. دي بتبقى مع كوبايه شاي حلوه كده الصبح، مش عايزه اقول لكم بتبقى عامله ازاي. ومش يعني دي مش هتتلاقوها متباعة كتير، عشان دي بتبقى قرص بيتي معمولة بسمنة بلدي ومعمولة بقشطة ومعمولة بلبن طبعا، فمش هتلاقيها متباعة برا. حتى لو متباعة برا مش هتبقى بنفس دي، وفي ناس كتيرة ما تعرفهاش. فانا حبيت اوريها لكم بقى، افكركم بيها، الناس اللي عارفاها حبيت افكرهم بيها، نرجع لايام زمان كده الايام الحلوة. فانا حبيت بس افكرها لكم. انا كده خلصت العجينة بتاعتي كلها كورتها. احنا اول ما هنخدم، اول يعني ما نستخدم في العجين بتاعنا اللي احنا مكورينه طبعا في القرص، هنستخدم اللي احنا عاملينه الكور الاول اللي هو مش هناخده اللي هو قدام، عشان انا مش عايزه القرص اللي انا عاملاها، عايزاها ايه التانية تهدى في الاخر تستريح خالص. وبعد كده ايه، ناخد اللي احنا كنا عاملينها في الاول، عشان التانية ما كنتش لسه استريحت. اهم حاجة بتبقى عارفة بس اللي اتحطت في الاول فين واللي في الاخر فين. تمام، انا كده جبت العجوة بتاعتي حطيتها وبقفل بالشكل ده كويس جدا، عشان مش عايزة القرص بتاعتي تفتح لما تيجي تستوي. لازم أنا اقفلها كويس جدا. اقفلها ليه؟ عشان لما تيجي تستوي او اجي احطها بعد ما تستريح في الصاج ما تفتحش مني. تمام، انا كده خلصت القرصه بتاعتي بالشكل ده، ولازم انا ابططها كويس جدا بالراحه كده عشان ما تفتحش برضو معايا، عشان هي جواها عجوه. واعملها بالشكل ده كده. انا هديكوا بس اي شكل كده اللي انتوا حابينه واعملوا فيها. تمام، بس انا بحب بالطريقه دي بتديها شكل حلو وبتبين العجوه جواها. تمام، انا طبعا هتقولي لي مثلا طب احنا نبقى عارفين مثلا العجينه متلخبطه كلها جنب بعض. لا، انا هعمل صف قدام مثلا لو انت هتعملي. انا عملت بشكل عشوائي عشان انا ببقى عارفه مثلا انا حاطه اللي انا مستخدمه في الاول فين. تعملي مثلا صف اللي انت عايزه صف قدام، وتبداي ترصي وتبقى انت عارفه ان انت حطاهم فين، عشان القرص بتاعتك ما تقعدش معاكي كتير وما تنشفش معاكي من على الوش. تمام، انا كده بعمل لكم القرص لازم اهم حاجه زي ما انا قلت لكم تقفلوها كويس جدا عشان ما تفتحش. العجوه بتاعتي برضو انا كنت مكوراها. تمام، هنقفلها كويس جدا وهنعملها بالشكل ده. طب في قرص بقى انا هعملها معاكم بسمسم بس. اللي بسمسم دي يا حبايبي دي بتبقى القرص بتاعتي اللي هي الساده اللي انا هعملها معاكم. طبعا احنا عملنا ام عجوه اللي انا بعملها دلوقتي. تمام، وهنعمل ساده اللي هي ام سمسم، وهنعمل كعب الغزال، وهنعمل قرص ساده خالص ما فيهاش اي حاجه اللي انا بعملها معاكم كده دلوقتي. القرص بتاعتنا دي حبايبي دي بتاعتنا يعني معروفين بيها. القرص دي بقى بتبقى ايه، طريه وناعمه، ومهما بتقعد معاكي الريحه بتاعتها بتبقى طريه وريحتها حلوه. ما العجين بتاعها ما بيكتلش معاكي ولا بتبقى ناشفه ولا فيها اي حاجه. تمام، انا كده بعمل القرص معاكم اللي هي الساده دي شكلها جميل. مش عايزه اقول لكم كفايه بس ريحه المخبوزات في البيت دي بتجيب رزق وبتجيب بركه كده في البيت. تمام، حتى لو عملت كيلو مش شرط كميه كتيره، لو انت مثلا انت او اولادك كيلو مفيش مشاكل اللي انت عايزاه. تمام، انا كده معايا حبه البركه ومعايا شمر. تمام، انا هحط حبه بركه واحط شمر عليها، مش هعمل واحده وواحده، لا احطهم مع بعض زي ما انا بوريكي وكده. انتي براحتك، انتي حريه شخصيه، عايزه تخلي شمر لوحده والقرص لوحده
دي حسب ذوقك حضرتك انتي. تمام. انا كده خلصت القرص بتاعتي بوريها لك. هنعمل معانا كعب الغزال. تمام. لازم نفرد العجينه. وهنا طبعا انا كنت مكوره شويه، فكيتهم من بعض وعملتهم عجوه. تمام. هنا معايا الفرشه بتاعتي بليتها ميه بالراحه. تمام. وبليتها سمسم ومشيت عليها. اهم حاجه بس وانتي بتمشي يعني بتلفي العجينه، اهم حاجه تلف العجينه كويس جدا عشان تفتحش معاك. انا كده بلفها كويس وببلها برضو ميه الفرشه، وبرجع احط عليها سمسم وبقطعها بالشكل ده. يعني انا عايزه اقول لكم يا حبايبي وحياه ربنا عيالي حبوها جدا، وجوزي وحماتي قالت لي والله جميله جدا، تسلم ايديكي. انا كده بعمل القراقيش بتاعتنا اللي هي الساده. طبعا اللي لما كنت بقطع كعب الغزال كان بيفيد معايا عجين كده معايا، فانا كملت بيه. عشان ايه؟ انت هتقولي مثلا في حتت صودا في العجينه دي حبايبي من اللي هي بتاعه القرص اللي هي ايه كعب الغزال اللي هو كان بعجوه. انا كده القراقيش دي بتاعتي بتبقى ساده. احنا عملنا القرص معانا اللي هي بعجوه، وعملنا قرص ساده، وعملنا قرص بشمر، وعملنا قرص بسمسم، وعملنا كعب الغزال، ودي قراقيش. قولولي بقى تسلم ايديكي، وعايزه لايك حلو قوي جدا للفيديو. تمام. انا كده خلصت القرص بتاعتي كلها وخلصت القراقيش. بصوا معايا بشكلها حلو ازاي، ريحتها هي اصلا كفايه. يعني الريحه بتاعت المخبوزات جميله، مش عايزه اقول لكم ريحتها عامله ازاي. كده الفرن بتاعي انا بسخنه، كنت مسخناه. تمام. عليت النار. تمام كده عشان اسخنه زياده، وبعد كده رحت مظبطه النار بتاعتي بتاعت التسويه. خليته كده زي ما انا بوريكم، الشعله بتاعتي عاليه شويه من الجناب، حاجه بسيطه، وموطيه النار من تحت. اهم حاجه النار ما تبقاش عاليه عشان القرص بتاعتك ما تتحرقش منك قوام، وتبقى من جوه مستويه. انتي لو انتي قاعده قدام الفرن كل شويه بصي عليها. تمام. لفي الجنب اللي هو تحسي اللي هو استوى شويه، ولفي الجنب التاني اللي هو تحسي اللي هو ني. تبقى ايدك على طول في الصينيه في طريقه التسويه عشان تطلع القرص بتاعتك معاكي مش محروقه ومش عجين من جوه. تمام. تطلع معاكي مظبوطه. دول القرص بتاعتي. القرص انا عايزه اقول لكم ريحتها جميله جميله جميله. طبعا انا هحط السيجان هنا بتاعتي. لو انتي عندك صواني ألمونيا مفيش مشاكل، حطي فيها مفيش اي حاجه. احسن حاجه تكون في السيجان عشان في الفران بالذات. تمام. لان الصواني بتبقى عاليه اعلى يعني. تمام. انا هحط الصاجين بتاعي الاتنين مع بعض، والنار برضو انا هبقى قاعده جنبيهم عشان انا كل شويه بلف الصاج بتاعي. تمام. لو انت مثلا ما عندكيش فرن خبيث زي اللي عندي، وعندك فرن اللي هو الكبير اللي هو الخمسة مثلا 5 شعلة. تمام. انت هتولعي النار من تحت، هتخليها واطيه. تمام. وتخلي النار اللي هي من فوق اللي هي الشوايه هتخليها على حاجه بسيطه، حاجه يعني حاجه بسيطه تبقى عاليه، بس ايه حاجه بسيطه قوي. منها اللي هي هتسوي القرص بتاعتي معايا وتخليها تقوم، ومنها اللي هي مش هتحرق القرص بتاعتي، وتخلي النار من تحت واطيه. تمام. دي القرص بتاعتي. بص طريقه التسويه بتاعتي عامله ازاي. اهم حاجه في ده كله طريقه التسويه عشان القرص بتاعتي تطلع معاكي جميله. تمام. انا بصيت على القرص بتاعتي اللي هنا قلت اطلعها عشان كده خلاص كفاياها استوت معايا. دول القرص معانا اللي احنا كنا عاملينها بشمر. مش عايزه اقول لكم ريحتها عامله ازاي، خطيره. انا كده يا حبايبي خلصت كل القرص اللي كانت معايا. لو لسه بقى ما اشتركتش في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبحبكم جدا في الله، وربنا يخليكم ليا يا رب. انا مش عايزه اقول لكم القرص بتاعتي هشه وجميله ازاي وطريه. والله والله اللي احنا لغايه دلوقتي احنا بناكل فيها، وكل اللي بياكل فيها بيقعد يقول لي انت جايباها منين، مع كوبايه شاي حلوه كده الصبح، او كوبايه لبن حلوه كده، او مثلا قاعده بتتفرجي قدام التلفزيون انتي واولادك وجوزك. دي مش عايزه اقول لكم هتعجبهم بطريقه ازاي. لان دي بقى ما تنسوش بقى اللي هي تبعنا تبع الصعيد بتاعتنا احنا. مش عايزه اقول لكم القرص دي بتبقى عامله ازاي، ريحتها وجمالها مش عايزه اقول لكم ريحتها بتبقى خطيره ازاي. انا بحبكم جدا في الله، وربنا يخليكوا ليا. وكومنت منك بس بيفرحني، وببقى عارفه ان انتوا قلبكم معايا.
وربنا يخليكم ليا نعمة يا رب في حياتي، وانا بحبكم جدا في الله. ما كنتش بقى تقلت عليكي، ويا رب اكون بفيدكم في مطبخكم. اتمنى منكم يا حبايبي تكتبولي في التعليق صغير عشان رأيكم يهمني. لو لسه بقى مشتركتش في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.